السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي يسعد أيامكم إن شاء الله. اليوم يلعب الوديع. اليوم يلعب الفريق الاتحاد السعودي. اليوم يلعب الفريق الفار. الحقوا شوفوا الفار. اليوم يلعب الفضايح. ما يستحوا من الفضيحة، يحبون الفضايح. اليوم اليوم يلعب فريق مسحل وعبد العزيز، أصحاب المشاكل في الدوري السعودي. هم الفضايح في الدوري السعودي. الهلالو القرنبع. إنه الهلالو القرنبع. إدارة الاتحاد قرنبع زي، والفريق قرنبع، والجماهير قرنبعية. خرب بيتكم يا شيخ. ها، أكيد الفار جاهز. خلفون الفار. يقول لي الحكم عدل الحق، بس فقط أخطأهم وكمان الوهمية البعيدة. أخفي، أبعد الصورة هذه وجيب. حتى متى توصل؟ 35 عام أنتم تسيئوا في كرة القدم السعودية ودمرتوه من الأساسيات. ما أدري ليش ساكتين عليه. قسما بالله أكبر فساد في المملكة العربية السعودية هو الفساد الرياضي المدمر لكرة القدم السعودية. في وقت اللي تريد الدولة يقول لك تطوير، لا يا حبيبي، كرة القدم السعودية لم تتطور، ولكنها هبطت هبوط إلى قاع الأرض. المنتخبات اللي وصلت القمة ما ترجع للتطوير مرة أخرى، ولكن تنهد. كرة القدم السعودية ما راح تنهد بوجود الهلالو، بوجود الفساد الهلالو، بوجود البطولات غير مستحقة، بوجود إعطاء الفريق اللي لم يستحق البطولة إلا تعبكم انتم. غيرها ما ينفع شيء. ولا فرنك ولا هلالا ما يسوى. فريق القرنبع وجماهيره قرنبعية كمان ما بتفهم شيء. ما يقولوا يا جماعة حصلنا على 3 نقاط بالغلط يا شيخ. ما هي مباراة واحدة، بال10، بال30. جميع المباراة مع الصغير والكبير، حتى الفرق الساعدة توقف في حلقه ما يقدر يستطيع يفوز عليهم، لأنه فريق وديع. با 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 هذا وصحافتهم المتخلفة اللي هي الموالية للهلال. ماذا فعل اليوم رونالدو؟ ماذا قال فلان؟ وماذا عمل إشارة هذاك اللاعب؟ ما عليكم. متى تصيروا مثل من آدمين وتتحدثوا مثل من آدمين وتنشروا الأخبار مثل كل الناس وتحاليل واقعية ويفهمها الجميع؟ ما هي مخالفة تخالف داخل أرض الملعب، ثم تخالف في التحاليل والإعلام. طيب، تموّع على أنفسكم، وهذا كلها تأثير يرجع عواقبها إلى كرة القدم السعودية. تدوسوها تحت الأرض، تحت أقدامكم أنتم أيها الفاشلين. أنا ودني هذاك الشيوب هذيك الكبار ينتهوا بس. اضرب يا ابن سلمان الفاسدين. أمسك لك من الوليد اللي له سوابق من الأول إلى النهاية. خذوا وقتكم ومصيركم، ترجعون إلى قاع الأرض وتنهض كرة القدم السعودية إلى القمة كما كانت، مش تتطور بأقدامكم. تطوير هذا عادوا الصغار اللي بيتطوروا، اللي لم يحققوا أي شيء على مستوى آسيا وكأس العالم لم يتأهلوا، هذه تطوير. لكن كرة القدم السعودية عمرها لو ما رايح تسل
المكانة اللي وصلت عليها في السابق. كل المنتخبات تسترجع مكانتها حتى فإن لم تفوز في البطولات القارية والعالمية، ولكن يرجع كمنتخبات الإنجليز ومنتخب البرازيلي بعد غيابه، منتخبات الألماني والإيطالي، وهذا العمالقة كرة القدم العالمية ما يخسروا مكانتهم حتى أحيانا لم يشاركوا في بطولة كأس العالم كمنتخبات إيطاليا وغيرهم، فهمت؟ ولكن مكانهم دائما محفوظ. ما يقولوا بتتطور، لا. يقول لك هبطت مستواهم سوف ترجع إلى مكانتها. كرة القدم السعودية ما رايح ترجع إلى مكانتها بوجود الهلال. يقول لك تطوير وجايبين نجوم، يا حبيبي كلها خسائر مالية لا أكثر ولا أقل. لا كمان ونقل الفضائح إلى العالمية بوجود هذين. كيف أنت تسرق ويشوفونك قاعد يعني، وأنت حرامي يشاهدوك، وأنت فاسد بيشاهدوك، تباهم ما ينقلوا ما يتحدثوا عنك، أكيد يتحدثوا. والدليل لاعبين الهلال اللي لعبوا وذهبوا قال كانوا يعطونا بطولة مجان، كلهم قالوا هذا الكلام، وهذا مسجل على رقباكم. انتوا تنسوا الموسم اللي راح وتبتدوا موسم جديد بالفساد، لأنكم نسيتوا الموسم الأول الفساد اللي حدثت ووقعتوا فيها من الأخطاء أمام الجماهير. لكن من يصدقكم؟ الجماهير القرنبعية اللي عقليتهم قرنبع الخردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم. اليوم يلعب القرنبع. شاهدوا اليوم يلعب مع الفيحاء، أكيد لازم يحصل على 3 نقاط من حقة الفار اللعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرة أخرى تحياتي لكم والسلام عليكم من أبو راشد.